ده خلص بقى. ايه والله صارت بايخة هالجملة. مرحبا، أنا جويل ماري. لك بس بدي أعرف من إيش يتكون مخ بعض الذكور يلي كل ما يبطلون يعرفون يناقشون المرأة ويعصون بالزاوية يقولوا له ادي يلا قومي مكانك المطبخ. عزيزي الذكر، المطبخ هو واحد من المجالات يلي أبدعت فيه المرأة مثل باقي المجالات، سياسة، علوم، فن. والمرأة يلي اختارت المطبخ ما أنا أقل من المرأة اللي اختارت مكاتب، جامعات، منابر، منصات رقمية. فهي اختارت لأنه تحبن وتريد تساهم ببناء المجتمع. لهيك يا عزيزي الذكر، يلي كل خبى بعقله كم صورة نمطية عن المرأة ويطلع ويتخبى وراها لما يشوف شيء مو يعجبه ومو يعرف يصلحه. سويقة مرة، حكي نسوان، قليلات عقل. لا عزيزي، المرأة السورية اليوم كل أثبتت بكتير مجالات إنه هي تقدر تعمل إنجازات استثنائية، وإنه تفوقت بكتير محلات على الرجال بأشواط. والصورة النمطية يلي يمكن لساتها موجودة بكم مجتمع تتروح، لأنه النساء السوريات بعلم وعمل قدروا ياخذوا حقوقن ويقاومون ويصبرون ويقدمون بطريقة حتى الرجال ما قدر يعملها. رح نكب كل الحكي السطحي اللي ينقال عن المرأة ونقولها بعيدة كل عام وانتي قوة خارقة تقدر تعمل معجزات. تابعونا على منصة زيتون وخبروني، قدرتوا تعرفون من أين أنا؟